اهلا متتبعاتي، مرحبا بكم معايا في قناتي. وفي الفيديو ديال اليوم بغيت نشارك معكم المعمول ديال التمر على الطريقه ديالي، طريقه بسيطه وسهله. ندوزو لطريقه التحضير. غادي نحتاجو واحد 250 غرام ديال الزبده، نضيفو عليها نصف كاس ديال السكر ورشه ملح، وغادي نحاولوا اننا نخدموا هذيك الزبده والسكر مزيان حتى يندمجوا لينا المكونات جيدا. الا ما تخدمتوش السكر والزبده ديالكم مزيان فما غاديش ينجح معكم المعمول ديالكم. هذا سر من اسرار النجاح ديال العجين ديالكم. غادي تضيفوا عليها نصف كاس ديال الزيت، ومن بعد ما ينسجم لكم الخليط مزيان ديال الزبده والسكر والزيت، عاد غادي نضيفوا نصف كيلو الدقيق الممتاز الخاص بالحلويات، هو اللي كنعجنوا به المعمول ديالكم. الحلوه كتجيكم هشيشه بزاف ولذيذه، وحسن من انكم ديروا فيها البيض. هذه بلا بيض وكتجي لذيذه بزاف. من بعد ما عجنت العجينه ديالي وكملتها، درتها في هذاك الساشي وخليتها كترتاح. غادي ندوزو ناخذ نصف كيلو ديال المعجون ديال التمر، غادي نضيفوا عليه 2 معالق ديال الزنجلان محمر، وغنضيفوا عليه معلقه صغيره ديال القرفه، وغادي نضيفوا عليه معلقه كبيره ديال الزبده، ورشيشه من الروح ديال الزهر. بالنسبه الى ما عندكمش الروح ديال الزهر فاستعملوا الساشي ديال الزهر. انا باش نسهل الخدمه ديالي الحلوه ديالي هنايا اشنو درت؟ خديت التمر كورته، وخديت العجينه كورتها بنفس العدد ديال المعمول ديال التمر. بالنسبه انا يعني المعمول ديالي فكنبغيه تجيني حبه كبيره، خديت هذوك الحبات ديال التمر فدرتهم كبارين شويه، ما درتهمش يعني صغارين بزاف. كيبقى لكم نتوما في هذه المرحله دي نتوما اللي كتحددوا واش بغيتوا العجينه ديالكم انكم تخرجوا منها عدد كبير ولا عدد قليل. انا عطاتني بلاطو كبير على قدو، كتجي لذيذه بزاف وهشيشه وبطريقه سهله. هانتوما كيف ما كتشوفوا كناخذوا هذيك العجينه كنلبسها لداك التمر، وكناخذوا كنديروها في الطحين صافي. من بعد كتضغطي عليها بهاد الاله، الاله هذه ديال المعمول، فراها كتسهل عليكم الخدمه بزاف وكيجي معكم ناجح. وبالنسبه السر من اسرار الطياب ديال المعمول، فنقصوا عليه الفران جي بزاف، خليوه يطيب على درجه حراره مهيله حتى يتحمر لكم لتحت، وشعلوا عليه من الفوق. وبهذه الطريقه هذه راه كيكون ناجح معكم. وكذلك من الاسرار النجاح ديالو فانكم هذاك التمر ما ديروش فيه المزهر. يستحسن انكم في المعجون ديال التمر ما ديروش المزهر. اللي عندها الساشي ديال الزهر ضيفوا، الا عندكم الروح ديال الزهر ضيفوا واحد القطره فقط، لان الروح كتكون مجهده بزاف من الروح ديال الزهر. وإلا كنتو مستعملين كميه كبيره فكتضيفوا جوج قطيرات هكذاك صافي. لاننا هنا انا عندي خدمت غير بالكميه صغيره، نصف كيلو، فراني درت غير قطيره واحده فقط هكذا. كيف ما قلت لكم يعني كتدخلهم يطيبوا على درجه حراره مهيله بزاف، راه ديك الرشمه ديالهم ما كتغير ما كتبدل ما حتى حاجه، كيبقاو محافظين على الرسمه ديالهم تماما. كنبقى هكذا حتى كنكمل ديك الكميه كامله، ما كياخذش معكم وقت كيف ما قلت لكم. وكاينه طريقه اخرى كذلك الا بغيتو تسهلوا كاع الخدمه ديالكم، كتشدوا هذاك التمر كتلبسوه العجينه ديالكم كامله، ومن بعد عاد وكتستفوها في الطاوه ديالكم ديال الفران، وعاد كتبداو دوزوا عليهم بالمعمول كاملين دقه واحده مورا واحده مورا واحده، وهكذا كتكونوا ساليتو. انا فضلت نخدمها هكذا بوحده بوحده وغدا حتى ساليت الكميه ديالي كامله. وصافي هنايا كنهايه من بعد ما دخلنا الحلوه ديالنا وطابت، كنرشوا عليها شويه ديال السكر كلاصي فقط اختياري. بالنسبه انا ما بغيتش السكر بزاف، فقط رشيت عليها من الفوق. ولا بغيتو تلبسوها كامله بالسكر كلاصي لبسوها، وبصحه وراحه.